الله على الجمال وعلى الحلاوة وعلى أحلى حبة ملوخية بعرق كده. يا سلام بقى، ولقمة طرية كده تعملي ودن قطة. هنعملوها دلوقتي، اصبروا اصبروا بس. يلا بينا نشوف الملوخية الجميلة الخضرة دي اتعملت ازاي، والطشة بتاعتها وريحتها اللي جايبة آخر الدنيا. يلا بينا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة وصفة شيماء. النهاردة هعمل لكم وصفة الملوخية الخضراء اللي متفرزة. الملوخية دي انا اللي مفرزاها، فجبت بقى كده شوربة وجلتها، وهبتدي انزل بيها وهي متجمدة. الملوخية خضرة، شايفين ما شاء الله، والكاميرا كمان ظلماها والله يا جماعة. الملوخية خضرة خالص. الملوخية دي مفرزاها ان شاء الله اعملها معاكم تفريزات الملوخية الخضرة. هنا بقى جبت كمية من الشوربة كده وغليتها، ورحت مطفية النار، ورحت سايبة الملوخية تفك فيها. الشوربة كانت بتغلي، سقطت فيها الملوخية وهي متجمدة. لازم أي حاجة متجمدة تنزل على النار على طول، ولغاية لما فكت. وبعد كده شغلت عليها النار. دلوقتي بصوا خضرة ازاي، زي ما تكوني لسه مخرطاها. هبتدي اعمل معاكم بقى الطشه كده، اللي هي بالثوم والكزبره الناشفه، وسايبه الملوخيه تاخد غلوه كده، تاخد فوره واحده. هنا بقى في الطاسه اللي فيها الثوم ديت، خدت معلقه سمنه كده او معلقه سمنه بلدي اللي انت حباه، وهبتدي احمرها كده معاها معلقه توم. هنا بقى لازم الحركه دي تعمليها علشان تدي عرق للملوخيه، او بالمضرب كده تضربيها زي ما كنت بضربها قبل ما اعمل الحركه دي. وبعد كده جبت كده الكبشه وهفضل اعمل بيها كده. هنا بقى حطيت معلقه سمنه زي ما قلتلكوا على معلقه توم، وهحمرها تاخد لون الذهبي. بعد كده انزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه. خلاص يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل والشير لاصدقائكم وحبايبكم. احلى حبه ملوخيه تاكليهم زي العسل. خلاص الملوخيه دي متفرزه، انا اللي مفرزاها. بصوا خضره ازاي، ولا سودا ولا ساقطه ولا الكلام ده، ولا ساقطه في ارضيه الحله ولا كده. هنا بقى شوحت التومه كده بالكزبره الناشفه، ويلا بينا ننزل عليها بالملوخيه كده. احلى طشه ملوخيه في حياتك. الله الله على الجمال. يلا اشهقي بقى انت كده. بصوا بقى الريحة والفحفحة ما شاء الله. تسلم ايدك يا بنتي يا شوش، واقولها لنفسي انا. الله على الجمال يا حبايبي، ما شاء الله ريحتها جايبة اخر الدنيا. هديها فورة واحدة بس، وبعد كده هطفي عليها. ما تغليهاش ياما، ما بتتغلاش الملوخية، مش بتتغلى. لو اتغلت هتسقط معاكي في ارضية الحلة وتبقى خفيفة. بصوا سمكها حلو ازاي، وعاملة عرق ما شاء الله. ده من نجاح الملوخية ان يبقى فيها عرق. يلا بينا نقدمها مع بعض بقى كده في الطواجن، زي ما بتتقدم في المحلات بره، محلات الأكل أو المطاعم. شايفين العرق بتاع الملوخية ما شاء الله. أحلى حبة ملوخية يستاهلوا بقكم. يا رب طريقتي في الملوخية تكون عجبتكم. بحاول أنزل لكم وصفات بسيطة وما تكونش طويلة، علشان تقدروا تسمعوها وتستفادوا بيها. ده كان طاجن الملوخية الخضراء بالطشة بتاعته. أحلى ملوخية هتاكلوها في حياتكم. جبت بقى كده اللقمة، وبعمل بقى ودن قطة كده بقى، وناكلوها كده بقى، واوريكم الملوخية وهي طالعة في اللقمة بتاعت ودن القطة كده. بصوا ولا ساقطة ولا خفيفة، بصوا تقيلة ازاي، سمكها طالع في اللقمة ما شاء الله. يلا بقى لايك واشتراك وكومنت جميل كده، علشان انزل لكم وصفات اكتر واكتر. مستنياكم في التعليقات تقولوا ايه رأيكم في الملوخية الخضراء الجميلة ديت. ما شاء الله ريحتها جايبة اخر الدنيا. حبة ملوخية في الجون يستاهلوا بقكم، جربوهم وعلى ضمانتي.